الأخ اللي بيسأل بقى عن البنوك الإسلامية وإن في اختلاف بين أهل العلم في المسألة دي. أنا عايز أقول يا جماعة أي فتوى فيها خلاف بين أهل العلم ده شيء طبيعي مش خطير، شيء طبيعي، لأن المعطيات اللي بتكون عند الذي حرم غير المعطيات التي تكون عند الذي أحل. وقد يكون بعض الناس عنده من العلم ما ليس عند الآخر، لكن نقول كما قال ابن عباس لسعيد بن جبير قال قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. أنا عندي معطيات معينة عن الفتوى، وأنا أتحرى طبعا أن أجمع المعطيات الصحيحة، وأن أنا أجمع أوعب هذه المعلومات ثم أرتب الفتوى عليها. لكن في بعض العلماء يحرم، بعض العلماء يحل، ده عنده معطيات وده عنده معطيات. طيب أنت كعامي تعمل إيه في وسط الخلاف ده؟ العلماء يقولون العامي مقلد. أنا عايزكم تاخدوا بالكم من المسألة دي وتحفظوها. العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. يعني عالمان اختلفا، من منهما تجعله حجة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى؟ مين العالم المعتبر عندك في هذين أو في هؤلاء عموما؟ فلان خذ فتوى بشرط ما يكون لكش هوى فيها، انك انت نفسك ان يفتي الفتوى دي عشان انت عايزها وتقول علقها في رقبة عالم واطلع سليم. لا، مش هتطلع سليم طبعا. تطلع سليم ازاي؟ الله عز وجل يعلم السر واخفى. انت عايز العالم ده عشان هو هيديك الفتوى اللي انت عايزها، هذا لا يحل مطلقا. انما تتبع هذا العالم فيما احببت وفيما كرهت، ولا عليك من خلاف العالم الاخر اذا كان هذا العالم والحجة عندك. والعلماء يكونوا مرتبين عندك، مرتبين، ده العالم الأول ما لقيتوش يبقى الثاني، ما لقيتوش يبقى الثالث، ما لقيتوش يبقى الرابع، وهكذا. بهذا يبقى ما فيش إطلاقا أي مشكلة. وإلا فالخلاف من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة إلى زمان الناس هذا لتجاذب الأدلة، لتجاذب المعاني الموجودة في الأدلة. وطبعا أنا أحيل القارئ على رسالة أو على جزء نفيس للغاية يكتب بماء الذهب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يبين فيه لماذا اختلف أهل العلم مع أن الدليل قد يكون واحدا، فلماذا يختلفون؟ كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذا كتاب نفيس جدا وجزء رائق يستحق أن يراجعه الأخ.